الفنانة منى إسماعيل نجحت في فيلم فتوة الناس الغالبة، واعتزلت الفن وطاردتها الشائعات حتى اليوم. منى إسماعيل فنانة ظهرت واختفت في 10 سنين بس. بالرغم من كده طلتها المميزة طلتها الإشاعات من أول ما اعتزلت لحد النهاردة. مين هي طيب منى إسماعيل؟ واعتزلت ليه من أكتر من 24 سنة؟ منى إسماعيل زوجة أهم راجل في مصر ومفتاح لغز نيازي مصطفى، وكلمة السر مليون جنيه. هات معاك العقد العرفي أو العقد العرفي. منى محمد أحمد إسماعيل مواليد 1950. وتبدأ الحكاية لما المخرج نيازي مصطفى قال أنا عايز فتاة في فيلم فتوة الناس الغالبة سنة 1983. ظهرت بقوة في أوائل الثمانينات واهتمت الأضواء بيها وكانت مختلفة جدا. الاهتمام جه من مراحل مختلفة من حياتها الشخصية ومراحلها الفنية. بالرغم من جمالها وموهبتها الكبيرة، ده كان السبب اللي أقنع كبار المخرجين وعلى رأسهم نيازي مصطفى اللي كان له قصة كبيرة مع بطلة الحلقة النهاردة الفنانة منى إسماعيل. كانت في مسلسل الإمام مالك في فترة الثمانينات، وبعدها ظهرت في مسرحية حلم ليلة صيف. والأدوار اللي قدمتها معرفهاش الجمهور بصورة كبيرة، بس قدرت من خلال الوسط الفني يعرفها ويكتشفها المخرج نيازي مصطفى ويقدمها في فيلم وحوش المينا بصورة كبيرة مع كبار الفنانين على رأسهم فريد شوقي وفاتن فريد وفاروق الفيشاوي وجميل راتب. ووجودها مع المخرج كبير وفنانين كبار عطاها خبرة كبيرة ظهرت بصورة واضحة في الفيلم التاني اللي قدمته، وبيعتبر من أشهر أعمالها الفنية. جابها المخرج نيازي مصطفى للمرة التانية في فيلم فتوة الناس الغالبة بطولة الفنان الكبير فريد شوقي وبوسي وسمير صبري وصلاح السعدني. قدمت في الفيلم شخصية زينب القهوجية أخت بوسي إلهام، وكان الدور كان هادي جدا وشخصية قريبة من الجمهور. رصيدها الفني 10 أعمال فنية متنوعة ما بين 5 أفلام و4 مسلسلات ومسرحية واحدة قدمتها في أول مشوارها الفني. من أهم أعمالها مسلسل ألف ليلة وليلة مع نجلاء فتحي وحسين فهمي، غنت فيها سميرة سعيد ألف ليلة وليلة كل ليلة، مسلسل غابة من الأسمنت، وفيلم التخشيبة، وفيلم لست مجرما، وفيلم عذراء، وثلاث رجال. آخر فيلم قدمته قبل ما تقرر الابتعاد عن الساحة الفنية ورجعت عن قرارها قدمت مسلسل الرحلة. بعدها اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت منى اسماعيل عن الأضواء والشهرة بعد آخر فيلم قدمته. وقرار ابتعادها عن الفن كان سبب حياتها الشخصية، وهو جوازها من رجل أعمال واهتمامها بحياتها الشخصية. في الوقت ده طالتها إشاعات كتيرة برأتها المحاكم والنيابة، والقضية بدأت بحكاية وفاة المخرج نيازي مصطفى. فيها جت في الموضوع لما اكتشفوا في مذكرات المخرج اللي مكتوب فيها انه بيحبها حب من طرف واحد. ذكر كمان انه كان بيتمنى انه يتجوزها، لكنه تعرض لوجع في قلبه لان هي كانت بتعامله كأب نظرا لفرق السن الكبير بينهم. ولقوا في متعلقاته شيك باسمها. وقتها انتشرت اخبار انه كان متجوزها في السر، وجه ليها استدعاء من النيابة، وكان وقتها بتعمل عمرة في السعودية. ورفض جوزها انها تروح النيابة واصر للنيابة تجيلها الروح لغاية بيتها عشان اجراء التحقيق. وخدوا بالفعل اقوالها. اكدت ان الكلام اللي في المذكرات ان كانت بتعتبر والدها وبس، نفت خالص ان المخرج صرح ليها بحب. جوزها اكد ان هي ما اتجوزتش نيازي مصطفى وان اول راجل في حياتها ولم يسبق لها الجواز. ظهرت في عمل فني واحد وقررت ان هي تبعد خالص عن الاضواء والانظار. بتطلع عليها اشاعات من الوقت للتاني. اعتزلت منى اسماعيل من 24 سنة حتى وقتنا ده، رغم ان هي ظهورها في عالم الفن مدة 10 سنين بس. انتهت علاقتها بالفن نهائي بجوازها من رجل الأعمال. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، أختكم محتاجة دعمكم. بتمنى منكم مزيد من الدعم. اترككم في رعاية الله وأمنه وأمانته، وأشوفكم في فيديو جاي بإذن الله.